السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض العظمة ديت، بجد تحفة جدا جدا لما تكوني كده صايمة وتطلعيها كده على الفطار من الفرن، وشوية رز كده صيادية معاها، يفتحوا النفس كده حاجة تحفة، ويكونوا سخنين بقى وتغرفي بقى والجمال ده. بصوا هي كده لسه الرز الصيادية كده على النار، جميل جدا، لونه تحفة، السواه ممتاز، وهيطلع معاكي شوية رز بجد بجد هتعشقيهم، وأول مرة هتدوقي العظمة والجمال ده. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة ونشوف مع بعض الصينية السمك بتاعتنا التحفة دي عملناها ازاي بكل سهولة، والطعم كان خرافة والريحة كانت قلب الدنيا. طيب بسم الله، معايا هنا بصوا انا جبت يعني سمكية واحدة بولتي بس، مع السمكة اللي هي الدراج. تمام، جبتها كده والراجل مسكها كده قطعها لي زي ما انتم شايفين كده، ممكن تقطعيها ارق من كده، وممكن تقطعيها بالشكل دوت لو انت مش حباها تبقى ناشفه وحابه اللحم بتاعها يبقى باين. في ناس بتحب ان هي تبقى ناشفه شويه، فبتقطعها ارق من كده. هناخدها نغسلها بقى غسله حلوه كده، ونجيبها هي تبصوا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله نظيفه جدا، والسمكيه كمان كنت منضفه غسلتها غسله حلوه تمام، معانا كده جاهزه. ماشي، وهجيب بقى الصينية اللي انا هجهز فيها الدراج. هتشوفوا النهاردة الطريقة حلوة جدا هتعجبكم قوي، وهنحطها في الفرن كده تطلع معاكم حاجة عظمة. تمام، ومعايا بقى البطاطس حسب ما انتي عاوزة تحطي بقى، انا يعني حطيت إيه 3 بطاطسات كده كبار حلوين كده، واتنين صغننين. هنقطعهم كده بصوا حلقات، والحلقات مش عايزاها تبقى تخينة قوي ولا رقيقة قوي، يعني حجمها كويس، عشان خاطر السمك مش بياخد سوا، يعني اللي بالكوا فيه في الفرن على طول بيستوي كده. خلاص قطعت البطاطس، انا حطيت بس طبقة واحدة يعتبر كده من البطاطس بس تحت السمك الدراج، وبيطلع بجد جميل جدا جدا، ولا زيت بقى ولا تقيل على المعدة ولا اي حاجة خالص. ولو حابة تقليه ليه برضو بيبقى جميل جدا، بس انا حبيت ان هي بقى حاجه خفيفه. معايا هنا بقى طماطمتين وبصلايه كده، ومعلقه من الثوم المفروم، وقرن فلفل، وجزرايه، وربطه من الكزبره الخضراء. تمام، ودولت كده هقطع بصوا الجزرايه دي هبشرها كده، واحطها كده على البطاطس. هنشوف مع بعض، مش هحطها في الخلطة اللي انا هضربها في الكبة، يعني المكونات اللي انا وريتها لكم دي كلها هضربها في الكبة. وهنشوف مع بعض البهارات بتاعتنا اللي احنا هنحطها. مش شرط، مش اساسي في الموضوع تكون عندك بهارات سمك يعني، لو عندك حطي، ما عندكيش خلاص هديكي دلوقتي بديل، وهيطلع معاكي ممتاز جدا. كده بشرتها ورشتها كده على البطاطس زي ما انتوا شايفين، وحاجة ارص عليها بقى قطع السمك كده زي ما انتوا شايفين اهيت. لسه ما تبلناش ولا عملنا حاجة، هنتبل كله مع بعضه، وهيطلع معانا ان شاء الله ممتاز والطعم خرافة. كده رصيت كده السمكة الدراج دي، يعني دي مش كبيرة، في سمك ما شاء الله بيبقى كبير يعني، لكن دي مش دي يعتبر يعني كيلو وربع كده، بس كانت ما شاء الله حلوة. باخد السمك كده البولتي كده عشان احطها برضو معاهم، وهديها برضو نفس درجة التسوية وتطلع معانا حلوة. هحط لها كده، هقطعها كده زي ما انتوا شايفين كده، اعملها فتحتين كده اهيت، واحطها بقى معاهم، وهشيل كده الطبق بقى واحط الصينية مكانه، ونجهز الخلطة بتاعتنا. هنا معايا ملح وفلفل، ملح وكمون كزبرة بابريكا، ومعلقة من الكركم. الكركم بيدي لون حلو جدا، وهو صحي اصلا جدا. هنقطع البصلايه كده على 4، وننزل بقى في كل الحاجات اللي كانت معانا دي في الكبه، يعني ندوها فرمه كده، ونشوف مع بعض بعد ما نفرمهم كده ونظبطها. وطبعا الخضره والفلفل كل دوت ممكن تقطعيه كده وتعمليه على السمك كده كخلطة معاه، بس انا حبيت ان انا افرمه بجد بجد حلو قوي، وريحته كانت قلب الدنيا. يعني الولاد يقولوا لي ايه ده، جمبري، جندوفلي؟ طب انت يعني من كتر ما هي ريحه حلوه قوي. معلقه توم اهيت. عايزه اقول لكم التوم ده بتاع السنه اللي فاتت، التوم بتاع السنه دي ظهر اهوت، والتوم عندي ما شاء الله ريحته حلوه جدا، ولونه ولا اصفر بقى ولا عمل، طريقته حلوه جدا جدا. جربوها يا بنات بجد هتعجبكم قوي.
يعني خشوا على القناة كده واكتبوا طريقة التوم المفروم، هتطلع معاكوا وتبقى تحفة. جبت كده نص ليمونة كده وعصرتها زي ما انتوا شايفين، ونزلت البذر كده في المصفى، وبعد كده اخد كده النص ليمونة وانزل التفل بتاعها معانا في الكبة. إيه برضو ما بيخليش بقى نقطة زفرة ولا اي حاجة خالص في السمك. كده هديها ضربة وهشيل كده واحط كده، بصوا يعني مش هحط مية كتير، هحط حوالي ربع كوباية كده، بحيث ان انا احرك الكبة يعني، وفي نفس الوقت يبقى الخليط بتاعي معايا ناعم بزيادة. هنا هحط بقى البهارات بتاعتنا دي. البهارات دي بديل، قلت لكم اللي هي البهارات اللي انت ممكن تحطيها للسمك، يعني دي حلوة جدا، كفيلة ان انت تحطيها ومش محتاجة اي حاجة تانية، مش شرط مش اساسي تروحي تجيبي بهارات. بصوا الخلطة لونها عامل ازاي، بجد تحفة، بتتكلم عن نفسها، تفتح النفس، تتاكل نية كده. هنحطها كده، بصوا هوزع كده على السمك ذات نفسه، بحيث ان هو يتشرب معانا الخلطة. ويا سلام بقى لو كنتي عاملة الخلطة دي من بدري شوية، يعني السمك عندك من بدري كده وعملتي الخلطة وقلبتيها في السمك وسبتيها، وبعد كده تعملي بقى الحاجات اللي هي البطاطس والجزر ده، وترصي بقى السمك بخلطته كده عليه، بجد يطلع معاكي تحفة، يعني بجد في منتهى الجمال. بصوا جميلة جدا، لونها تحفة. هحط عليها بس كده ايه يعني ما يعادل كده معلقتين من الزيت. وعايزه اقول لكم برضو عشان للامانه انا حطيت حوالي ربع فنجان من الميه، وديت يعني المقطع ده ما جاش في الفيديو، بس انا حطيت حوالي ربع فنجان كده من الميه عشان خاطر ايه تتحرك معايا. ولو لو حبيتوها فيها صوص اكتر حطوا نص كوبايه او كوبايه حسب ما انتوا حابين، بس انا بحبها ناشفه. هدخلها الفرن ونشوف مع بعض. هنا بقى كنت حطيت بصلايه كبيره كده، ايه يعني هتبقى فرمه كده في الكبه، انا عايزاها ما تبانش قوي في الرز، يعني انت لو عايزه البصل ما يبانش، في ناس بتصفي البصل، لا اضربيه في الكبه ونعميه واديله تحميره على الهادي، يعني انا مهديه النار مش معلياها، عشان عايزه البصل بتاعي يديني لون حلو يبقى كله زي بعضه. تمام. بصوا الدرجه ديت اهيت، دي الدرجة بقى اللي انت تنزلي بالمية كده عليها. بسم الله. انا عاملة كوبايتين من الرز، حطيت كوبايتين وربع من المية. تمام كده، حطيت كده المية بتاعتي اهيت، والبصلة زي ما انتوا شايفينها موحدة، مفيش واحدة لون عن لون، وبتطلع معاكي حلوة جدا. وشايفينها بصوا ناعمة، هي ناعمة جدا في المية. حطيت كده معلقة الملح وربع معلقة من الكمون، وهنسيبها تغلي بقى. والبصل، الرز البصلة ده بيحب ان البصل تبقى كتيرة، بيبان قوي فيها وبيبقى طعمها تحفة. غسلت كده كوبايتين الرز ونزلت عليهم ايه على المية بتاعتي والمية ببصل. تمام. واول ما يخش على السوا، عايزه اقول لكم مش هيبان ولا حتة بصلة فيه، اكنك يعني مصفية البصل من المية. تمام كده، قلبته هغطي عليه بقى واسيبه يستوي ونشوف مع بعض. هنا كنت خلصت بقى وغرفت الاطباق الرز، وزي ما شفت في اول الفيديو دوت كان الرز هو بيتشرب. وهنا السمك بقى ولونه التحفة كده والبطاطس بتاعتنا جميلة جدا يا بنات، تحفة مستوية. لونها طلع حلو قوي معانا، ومش حاطة زيت كتير، مش تقيلة على المعدة، تطلع معاكي الأكلة تحفة تعجبك قوي. جربوا الأكلة دي بجد هتعجبكم، هتطلع معاكم حاجة تفتح النفس. يا رب الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه وتجربوه ان شاء الله ويطلع معاكم تحفة. بصوا السمكة لو فلقتيها كده شوكها قليل قوي يا دوبك، بس بتسحبي كده الشوكة اللي هي في النص دي كده، خلاص كده الشوكة بتاعت السمكة اتشالت، مفيهاش بقى شوك، اهي بكل سهولة. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله وتجربوها وان شاء الله وتطلع معاكم تحفة. مع السلامة.